لكن فيه فرق بين الحيلة التي يرتبها العقل بمهارة وشطارة وبين علم اسمه السحر. السحر اللي بيعمل تخيلات تكاد تكون حقيقية، اللي نزلت فيه الآية اللي قلناها زمان في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فهو فن يتعلم، يعطي التخيلة بواسطة تسخير الجن، هم اللي يعملوا الحركات دي كلها. يبقى إذن ما هيش حيل بقى، دي عملية. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا قضية السحر يقول لك إزاي ربنا يعطي لواحد قوة يضر بها غيره، مع أن المضر ما عندوش ما يقابلها. أم قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للجن خصوصية التشكل كما يحبون، وإنهم يقدروا يعمل نفسه جدار يبقى جدار، يعمل نفسه حمار يبقى حمار، يعمل نفسه جمل يبقى جمل، يبقى يقدر على التشكل. وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وينفذ من الايه؟ من الحواجز، لان احنا قلنا ان الجن مخلوق من النار الانسان مخلوق من الطين. الطين له كثافه والنار لها شفافيه. وضربنا مثل عشان نقرب المساله دي وقلنا: هب انك جلست ووراءك جدار والجدار وراءه تفاح، أشيء من التفاح يتعدى لك وأنت جالس؟ لأنه من الطينية اللي متجمدة المتحجرة. لكن إذا وضعت جزوة نار وراء الجدار ماذا يحدث؟ تحس بحرارتها أنت. إذن فالحرارة الإشعاعية تنفذ من الإيه؟ من الجدار، الطينية ما تنفذش. يبقى هم لهم قدرة على هذا التشكل. الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الجن هذه الخصوصية يحمينا نحن اللي ما عندناش الخصوصية دي بشيء، ودي من لطف التقدير. هذا الشيء أن الجن الذي يقدر على التشكل في أي صورة الله يعطيه القدرة الشكل، لكن إذا تشكل بشيء حكمته صورة التشكل. بمعنى انه لو تشكل بانسان وانت معاك مسدس كده وبسرعه اطلقته عليه تموته. ولذلك الشيطان يخاف منك اكتر مما تخاف منه، وده اللي حامي الانسان من الاعيب الشياطين. ولذلك لا تظهر الشياطين الا ومضه، يعني خطفه كده وتداله. ليه؟ لانه يخشى ان يكون الرائي قد علم القضيه بتاعه حكم الصوره فيمسكه كده. النبي مش مسك الشيطان، مسكه وقال له: هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه ولكني ذكرت مساله اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فما عملتش العمليه دي. اذن فالجن حينما يعطيه الله قدره على التشكل، ودي مش عند الانسان، الله يقول له: بس اذا تشكلت وتركت طبيعتك ارضى بقى بان تحكمك التشكيله الجديده. التشكيله الجديده ان جه اللي بقابلك بقى من الانس اقوى منك يمسكك ويخنقك يموتك، فالجن يخاف، والا كانوا فزعوا الناس. يبقى اذا الجن بيخاف من الانس اكثر من مين؟ اكثر من الانس ما يخاف من الايه؟ من الجن. وهذه هي اللي بتحمينا من ايه؟ من تفزيعهم لنا. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه اذا اعطى شيئا من خلقه خصوصيه، الخصوصيه لا تعطيه دائما. بقول لك هنديك الخصوصيه، بس استطيع ان اعطي الادنى منك في الخصوصيه قدره على ان يتحكم فيك يا ذا الخصوصيه، يتحكم فيك. ويجي واحد من الانس يسخر جن، طب ده الانس ادنى قوه، ازاي يسخر الاقوى؟ قال لك اهي دي بقى، يقول لك مش بالخصوصيه اخذ ده، يقدر ربنا يعلم الانسان اشياء وطلاسم وكلمات يقولها يسخر بها الايه؟ الجن. طيب كويس قوي، هيسخر بها الايه؟ الجن علشان يعمل له ايه؟ يعمل له اشياء تناسب قدرته وتفوق قدره البشر.
يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصة أزيد ولا معاه شيء؟ معاه فرصة أزيد. يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين إخوانه من الأناسي مش موجودة. والله يريد أن تتكافأ فرص حركة الحياة. يقوم يقول له إياك أن تفهم أنني بتعليمي لك ما تسخر به الأقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه أن ذلك يفيدك بشيء، بل بالعكس يتعبك ويضرك. اوعى تفتكر انك خدت فرصه علشان تنفعك. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن هل نفعوهم زادوهم رهقا، اتعبوهم. يبقى اللي لك هو اللي لك. اياك ان تفهم ان هذا سيعطيك فرصه تقوى بها على الغير. يقول له لا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يبلو ايضا الانسان ويبلو الجن. قال استطيع ان اعلم الادنى وهو الانسي شيئا يسخر به الاقوى وهو الجني ليصنع له اشياء لا يقدر الانسي على فعلها، وتكون فرصته في الحياه اقوى من زملائه. لكن الحق سبحانه وتعالى اعذره وقال انا هعلمكم ديا، بس اعرفوا ان احنا مش هنعلم دي الا ان نقول له انما نحن فتنه لك فلا تكفر بتعلم السحر. لان ان كنت فاهم انه هينفعك، لا مش هينفعك وهيضرك. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فتنه ليه؟ قال لك لان الفتنه معناها ان تختبر استعماله لمدى ما اعده الله به، يستعمله في الخير ولا في الشر. اما قال لك طيب يمكن هيتعلموا يستعمله في الخير، تقول له هذا يقوله ساعة يتحمل، انما ساعة يؤدي ما يملكهاش. زي ما قلنا زمان ان واحد يقول لك انا عندي فلوس واخاف ان انفقها فبالله انا ائتمنتك عليها وخليها عندك على ما عوزها. واحد كويس يقول له ما فيش مانع هات الفلوس ويقبلها وهو ناو ان يؤديها له وقت الطلب، دي نيته. لكن دي نيته وقت التحمل، انما ايضمن نيته وقت الاداء؟ طب ما يمكن وقت الاداء نفسه تزوغ على المال، يبقى يقول لك ابعد عني بفلوسك ولا مش عايز. زي ربنا ما قال عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. لا احنا عايزين نبقى مسخرين، لاننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل، احنا عايزين نضمن نفسنا وقت الاداء. ولعل تجيني ظروف تخليني انفق الفلوس فاضرب فيها بومب، يقوم الاحسن ان انا ما اعملش ما اخدهاش. فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا، اعذره انما نحن فتنه فلا تكفر. كأن اللي هيتعلم السحر مآله ان يكفر. ليه؟ لانه ابن اهواء وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير. وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي؟ هيسخر الطائع. الطائع ما يرضاش ابدا، الجن الطائع ما يرضاش له الحكايه دي خالص. اذا هيسخر مين؟ هيسخر العاصي اللي الله. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم بتوعهم الله. يبقى اذا ولذلك تلاحظ ان كل الذين يشتغلون بهذه العمليه اللي بنسميهم سحره يوجد على سمتهم الغضب، ويوجد على سمتهم ما ينفر شكلهم كده السحنه بتاعتهم، وتوجد حالاتهم في اضيق حالات الحياه، ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وبرضه شحات ولا يعيش ولا يموت بخير ولا عياله يموتوا بخير، كلهم بالشكل ده. يبقى فزادوهم فزادوهم رهقا. يبقى اذا الحق يريد ان يبتلي الانسان، يقول له استطيع ان اعلمك شيئا تستطيع ان تسخر به الاقوى منك، ولكن تنبه الى انك انت ما تضمنش نفسك وقت الاداء، لعلك تنحرف وتبقى الحكايه شر عليك. ولذلك اهم حاجه يجب ان نلتفت اليها الذين يصنعون السحر للناس من اين يرزقون؟ بقى الذي يعلم السحر يرزق ممن لا يعلم السحر؟ يبقى معناها دي؟ ان كان فلح يفلح في
طب ما يروح بدل ما ياخد من ده 5 جنيه وده 10 جنيه ويقول له لا ده احنا عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه، ويقعد يكبب له الدنيا عشان ياخد فلوس. طب ما دام عارف الحكايه دي ما يروح كده يسطله على خزنه ولا بتاع وياخدها. قام قال لك لا يمكن ملك الناس. طب يروح للركاز اللي في الارض، الذهب اللي مكنوز في الارض والاشياء، بلاش مش هيعتدي على حد، يبقى لا بينفع لا في دي ولا ايه ولا في دي. حتى المشاهدين الآن يعرفون أن السحرة موجودين في أماكن كثيرة، لكن أنا أبشره بأنه ليس كل من عمل له سحر لا بد أن يسحر. أبشركم بأمرين. الأمر الأول أن معظم سحرة زماننا جهلة بفن السحر، فيعمل السحر مرة واثنين وثلاث، يمكن ما يفيد إلا في المرة العاشرة. الأمر الثاني ربما يعمل له سحرا ويكون هذا الإنسان محافظ على ذكر واحد حتى من أذكار الصباح والمساء فيبطل السحر. عجيب. إذن أنا خلينا ناخذ ما هو سر الوقاية من السحر. يعني واحد خايف من السحر حتى لا يقع فيه، فما الذي يفعل حتى يقي نفسه من السحر؟ جميل. في يوم من الأيام كنت أقرأ على امرأة مع زوجها، فنطق الجني قال لن أخرج. قلت ستخرج. لن أخرج. لا تخرج. المهم قلت سأقرأ عليك القرآن حتى تخترق. المهم جلست أقرأ قال انتظر انتظر. قلت نعم. قال أخرج منها بشرط واحد. قلت ما هو؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك في أنا. فقلت له أدخل. فزوجها قال انتظر انتظر يا شيخ، إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك؟ قلت دعه ادخل. فانتظر قليلا ثم بكى الجني. قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم. قلت لما؟ قال لأنك قلت بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فهذا أول حرز يحرز الإنسان نفسه من الأذكار والأدعية وكذا، وأذكار الصباح والمساء يا إخواني، بشرط أن تقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وتفكر، لا تقولها وأنت مشغول، ستحصن بلا شك.